نفسك تغير سير الكتينة بتاعك بإيدك؟ النهاردة هوريك بنفسك ازاي تغير سير الكتينة في السوزوكي ماروتي بطريقة سهلة وآمنة، وهقولك العلامات الصح اللي لو غلطت فيها العربية ممكن ما تدورش معاك. تعال نشوف مع بعض. بداية نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنبدأ بأول حاجة إن احنا نفك العمة. بس قبل ما نبدأ نعرف العدة المطلوبة. بيبقى 10 فك صليبة، مفك عادة، مفتاح 10 جهة وجهة، لقمة 10، مفتاح 12 نص، مفتاح 17 مشنشر، مفتاح 12 مشنشر. هنبتدي بإذن الله إن احنا نفك العمة بالبيبة العشرة. تمام، بنفك العمة من فوق وبعد كده بنفك العمة ايه من الخصة تحت. الموضوع سهل وبسيط وهيريح معاك كتير في طريقة فك الايه الكتينة وتركيبها. هيظهر معانا اشعار فوق هنا على الشمال في قائمة تشغيل كل حاجة تخص سوزوكي ماروتي. خش عليها وشوف، هتلاقي فيه اكيد حاجات هتفيدك بخصوص سوزوكي ماروتي. بعد كده نبدأ نفك الشبكة عشان نوسع لنفسنا بالمفك الجام. بعد ما فكينا الشبكة انا بشيل الخراطيم احطها على جنب ومقاس الزيت عشان اوسع لنفسي. بعد كده بفك جهاز البيئة والكانستر من المسمار بصامولة ب10، بيبقى ده في وش العربية، وبعد كده بفك المسمار ال10 اللي بيبقى رابط في الايه فاخده في الجنب. بعد كده هنبدأ نهوي مسامير ترمبة المية بمفتاح ال10 النص. انا بزنق السير زي ما انتوا شايفين كده بايدي، واقوم ايه فاكك. السير بيبقى عامل معايا فرملة للترمبة عشان ما تلفش معايا في الفاضي. تمام. لاحظ انا هبقى زانق السير اهو، واقوم فاكك عشان يهوي معايا. دلوقتي بعد ما هويت مسامير البكرة ال4، هبدأ ان انا افك سير الدينامو بالمفتاح ال12 النص. جبت المفتاح ال12 وهويت. بعد ما ههوي اشد السير عليا لفوق علشان ارخيه. كده انا طلعت السير. بعد كده بفك الاربع مسامير ال10 واحطهم فوق في الشبكة اللي قدامي دي علشان ما يتضوعوش او يتنطروا مني في اي حتة. ونشيل البكرة ونحطها على جنب. دلوقتي هنيجي نهوي بكرة الموتور اللي تحت بالمفتاح ال17 مشنشر. ضروري قبل ما تهوي بكرة الموتور تفصل سلك الاسبريتير اللي جاي من الموبينة عشان العربية ما تدورش، ضروري. هنحط المفتاح ال17 في مكانه وحد يجيب لنا زغده مارش. المفتاح زي ما انت شايف بيصد في الكوبلان تحت، فده اللي بيخلي الايه المفتاح يهوي معايا على طول البكره. بعد ما هوينا بقوم مفكك المسمار بايدي عشان اطلع البكره الوقت على جنب. تمام. بعد كده نبدا نهوي الست مسامير بتوع وش التقسيمه البراني بالبيبه ال10 مع بعض اهو هويناه. بعد كده هنجيب اللقمه ال10 عشان نكمل فك. لو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك معنا في القناه علشان يوصلك كل جديد، ويعني فضلا وليس امرا شير للفيديو مادام لقيت منه فايدة، يعني يا ريت تشيره علشان غيرك يستفيد واحنا نستفيد احنا كمان. كده بنفك وش التقسيمة اهو مع بعض. تمام. اخر مسمار. هنا هنبدأ بقى نظبط التقسيمة بتاعتنا علشان نطلع السير. ركزوا معايا في الحتة اللي جاية دي علشان الحتة ديت لو حد خلفها ولا حاجة العربية مش هتدور معاه. ماشي. انا كنت فاكك البوجوهات وانا بغير الكتينة علشان المكنة تلف معايا بسهولة، فانت ما تحاولش تعمل كده والمكنة ايه بوجهاتها مربوطة. بص بقى على التقسيمة بيبقى في سهم راكب في الترس بتاع الكامة من فوق مرسوم عليه. انا عامل عليه بالابيض اهو. تمام. ده الترس اهو. ده سهم والنقطة بيبقى الزومبة دي قصاد الزومبة دي، وتحت بيبقى في زومبة اهو. اهو بيبقى في زومبة هزوم عليها اهو الزومبة، وقصادها في زومبة على شكل سهم في وش التقسيمة. الاتنين دول لازم يبقوا على بعض وانت بتفك. بعد ما خلصنا بنقوم رايحين بقى مهويين البلية علشان نطلعها. هنا احنا غيرنا سير كتينة وبلية لان هنا كانت البلية عاملة خشانة. هنا هويت البلية اهو، وكده شديت عليها علشان ايه اطلع البلي. تمام. انا كنت بلفها عشان اسمع صوتها بس صوتها ما كانش ظاهر، ما كانش بيظهر صوتها الا لما الكتينة بتركب وتشدها. هنبدأ بقى نفك البلية علشان تتغير. بهوى اول مسمار وافكه على الاخر. تمام. بعد كده بقى ايه بهوي المسمار التاني بقى وافكه، بعد كده اقوم مالص السوستة اللي بتبقى ماسكة فيه علشان يفك معايا مرتاح. دي السوستة الجانبية بطلعها وبعد كده اقوم ايه مكمل فك في المسمار.
انا مسرع الحتت اللي محتاجة تسريع علشان برضو ايه الفيديو ما يبقاش طويل واخد من وقت حضراتكم. دي البلية الجديدة اللي لما تيجي تركب اهي، نوع البلية اللي راكبة دي هندي. دي يعني افضل حاجة انا الاقيها حاليا في السوق عجباني. ونوع سير الكاتينا اللي هيركب معانا ده هيبقى دايكو، ده برضو اعلى حاجة في السوق. زي ما شفت كده دي طريقة تركيبة البلية اهو. ركبت المسمار، بعد كده السوستة علقتها مكانها، بعد كده زنقت الايه بلية بايدي وبغفر عليها. ضروري تبقى المكنة باردة علشان تقدر تعمل الخطوات دي بأريحية، ما يبقاش الموضوع بالنسبة لك ايه في مشاكل، لان لو المكنة سخنة الموضوع هيبقى صعب اوي. دي الكاتينا دايكو. تمام. هنركب اهو، بركب من ورا لقدام، بركب من ناحية الدينامو وبعد كده اروح على ناحية البلي عشان ما يبقاش في اي ترخية معايا. دي حركة هتطول معاك عمر الكاتينا اللي انا هعملها دلوقتي. في ناس بيقوموا مركبين الكاتينا وسايبينها على شدية السوستة، شدية السوستة الكاتينا مع دي جديدة مع الوقت بتريح فتقعد تخربط. فانا كده كده بقوم شديدها سنة بالمفك عشان اعمل حساب التريح، اشوف الكاتينا فيها خلوص بس في نفس الوقت ما هواش مشدودة قوي وما هي سايبة قوي. الحركة دي مهمة يا جماعة وانت بتغير الكاتينا، وبالنسبة للفنيين في كتير ما بيعملوهاش، بيقوم سايب السوستة هي اللي ترجع تشد الكاتينا، وده غلط. لازم بالمفك تقوم ساندها سنة عشان تعمل حساب التمدد. الكاتينا مع الوقت كاوتش بتتمدد فهتريح ترخي، تقوم مخربطة وتعمل مشاكل وممكن تخلف تقسيمة. كده هنبدأ بقى نقفل خطواتنا كلها بالعكس، ونقفل وش التقسيمة الست مسامير نشبكهم ونتأكد ان مفيش عليهم تراب او اي حاجة علشان يربطوا معانا مرتاحين. تمام. بنشبكهم الاول بالايد مش بعدة لغاية اما يجمع معانا 4 5 سنات، وبعد كده نبدأ نجمع باللقمة على ايه 10. كده جمعنا اهوت، ونبدأ نحرق بقى بالبيبة 10. تمام كده تمام. هنرجع بقى علشان نركب بكرة الموتور دلوقتي. هنجيب البكرة ونرجع نشبكها في زومبا في البكرة هتبقى لفوق، فانت بتلف البكرة معاك لغاية اما تبات اهي. شوف باتت اهي، مش هتبات مخلوفة وما تحاولش تباتها بالعافية. البكرة كانت تقيلة في الفك او في التركيب، صنفر قلبها وادوله نقطة زيت عشان تبقى سلسة في الفك والتركيب. نبدأ بقى ان احنا نحرق على ايه المسمار بتاع البكرة بأي شاكوش نص كده ولا حاجة، وقوم محرق زي ما انا هحرق كده اكتر من دقة لغاية اما تحس ان المسمار ما عادش هيبقى جايب معاك حاجة. والافضل ان انت لو معشق اديها نقلة الاولى ولا الرابع او التالت، اي نقلة عموما، وقوم ايه ده كام دقة كده هيقوم معشق معاك المسمار هيربط كويس. نبدأ بقى نربط بكرة ترمبة المية الاربع مسامير برضو نفس النظام، نشبكهم بايدينا ما يتشبكوش بعدة. وما تنساش تشترك معايا في القناة علشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو عجبك. هنا بقى هنبدأ نركب سيرك الدينامو اهو، بيركب بسلاسة معانا والدنيا تمام. انا كنت بزقه سنة علشان افتح مكان للافيه عشان احط اللافيه واقدر اشد الدينامو. نخلي بالنا واحنا بنحط اللافيه بيبقى ساند في جسم المكنة مش في وش التقسيمة. زي ما انت هتشوف كده انا ببقى سانده في جسم المكنة ما هوش بيبقى في وش التقسيمة عشان ما يطبقوش. بخلي السير لو هو قديم بخليه في خلص سنة سير الدينامو، واقوم محرق عليه. لو السير جديد بشد عليه شدة حلوة عشان برضه اعمل حساب التمدد. تمام اهو كده تمام معانا اهو. بعد ما بربط السير وبشد عليه ببدأ احرق على مسامير البكرة، ضروري علشان المسامير ما تفكش او تخربط او تقطم، ضروري يا جماعة. كده احنا خلصنا. نبدأ بقى نقفل حاجتنا خطوة بخطوة. الخراطيم، جهاز الكانستر، وبعد كده العمة بعد كده الشبكة والعمة على حسب ما انت هتقفل ايه اول. بس ما تنساش تشترك معايا في القناة وتسيب لي كومنت برأيك، ولو في اي حاجة انت عايزها جديدة اعملها لك قول لي عليها وبإذن الله احاول اعملها. معكم احمد زعتر من قناة الميكانيكا احمد زعتر، وشكرا.